السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. حلقه النهارده هنتفرج فيها على عرض سريع للسياره جيلي كوري، ولكن التجميع المحلي من داخل مصنع البافاريه لتجميع السيارات، وده من خلال وكيلها اوتوموبيليتي بالتعاون ما بين علي الغانم وكيل سيارات جيلي في دوله الكويت العربيه الشقيقه ومجموعه العرجاني في مصر. النهارده هنتفرج بقى مع بعض على سياره في منتهى الجمال. خلينا نتفرج عليها مع بعض كده سريعا. بقول لكم مفاجأة عندي ان احنا صورنا مراحل تجميع العربية دي من وهي لسه قطع صاج لحد ما توصل لبدن العربية بالكامل. فيديو خطير جدا، اتمنى ان انتم تتفرجوا عليه لانه فيديو ممتع للغاية وحصري والاول من نوعه. خلينا بقى نبدأ نتفرج على السيارة جيلي كوري النسخة التجميع المحلي. مبدئيا طبعا الشكل الخارجي الهجومي الرياضي بتاعها لا تخطئه عين، يعني شكلها فعلا مميز. الفوانيس الليد الاماميه، شبكه التهويه اللي بشكل الالماس شايفينها هنا، المنطقه دي بتاعه الايرفنتس، ولكن ايرفنتس المفروض ان هي شكل انما مش وظيفيه. هنلاقي هنا كمان السبليتر الامامي اللي المفروض وظيفته ان ياخد الهواء يدخله هنا على زي ما احنا شايفين هنا كده الكولر بتاع الفتيس. العربيه نازله بموتور 4 سلندر مزود بتربو. لاحظ هنا ان احنا بنتفرج على النسخه الاعلى تجهيزا اللي بيكون فيها حساسات داير العربيه بالكامل. ولاحظ ان الحساس الجانبي دي كده، فالعربيه دي فيها اوتو بارك. دايما كده اي عربيه هتلاقي فيها حساس جانبي تعرف ان فيها اوتو بارك. هنا الحساسات الاماميه والكاميرا الاماميه والكاميرات هنا اللي موجوده في المرايات، فاذا فيها نظام كاميرات 360 درجه. وقبل ما نكمل الشكل الجانبي خلينا نتفرج هنا على الزجاج الامامي ونلاحظ هنا الكاميرات الاماميه للتعرف على الطريق. شايفين انتوا هنا غطاء المحرك بالنحت بتاعه، شايفين هنا كمان الشكل بتاع الايرفنتس ده تمام، خطوط النيكل الاسود، تطعيمات كتير. انت لاحظ ان انت لون السياره الاساسي ولون الكربون فايبر اللي هنا ده في المرايات واللون الفضي واللون الاحمر. هنا مكتوب اهو فول ليد تكنولوجي. هنا الكاوتش بتاع العربيه 215 55 18 95 في السرعه بتاعته طبعا. هنا الكاليبرات الاحمر، الديسكات المهواه، فبر العربيه من الاجناب. هنا السقف البانوراما الاسود المظلل. لاحظ ان اجناب السياره مظلله، الهوايات الجانبيه، السبويلر بقى طعم قوي قوي. هو عجبني من اول ما اتفرجنا على اول ريفيو للعربيه دي، وكنت انا اول قناه عربيه تعمل لها ريفيو برضو في دوله الكويت العربيه الشقيقه اثناء تصويري ليها داخل وكيلها الغانم للسيارات. ودلوقتي يا جماعه مع فاكهه توكيل جيلي في الكويت، العربيه كوري. العربيه دي تحفه بجد في الشكل وفي التصميم وفي اللون. العربيه دي عجباني فعلا. الكاميرا الخلفيه هنا شايفينها اهو. لاحظوا ان الشنطه هنا كهرباء، دي اعلى فئه اللي بيكون سعرها 1,270,000. السياره بتبدا من 1,070,000 لحد 1,270,000. وشايفين هنا جوده التقفيل، الخامات، هنا فرد السبير والعده بتاعت العربيه، وهنا الغلق بتاع الشنطه، رف الشنطه الخلفي. لاحظ هنا الاضاءات الليد بالكامل في خلفيه السياره. الممتع قوي بقى فتحات العادم دي، شوف شكلها عامل ازاي، كوارتو 4 فتحات عادم. شايفين هنا بقى الديفيوزر الخلفي، وهنا الستوب الخلفي في حاله الطوارئ بينور. والفكره دي متاخده من عربيات السباق. طبعا زي ما انتم عارفين ان شركه جيلي اصبحت المالك دلوقتي حاليا للوتس، واخدت منها الطابع الرياضي والافكار بتاعت عربيات السباق، لان عارفين ان شركه لوتس الشركه البريطانيه العريقه كانت متخصصه في عربيات السباق، فخدت منها الفكره. خدت عوامل الامان وتكنولوجيا المحركات من فولفو اللي اشتريتها بالكامل، وحاليا معاها 10% من مرسيدس وتعاون مشترك في سيارات سمارت. شايفين هنا، لاحظوا هنا الاضاءه المحيطيه اللي بتغير الالوان بتاعتها. لاحظوا الامبيانت لايت، لاحظوا هنا اسود لامع. هنا شايفين السوفت تاتش اهو. لاحظوا هنا الجلد الاحمر والستنشنج الابيض. هنا تحكمات المرايات، والمرايات زي ما احنا شايفين مرايات ضم اهو بالكامل، مع نظام تنبيه للنقطه العاميه اللي هو القوس اللي احنا شايفينه ده كده اهو. الاربعه ازاز كهرباء، كراسي الكهرباء، الكراسي اللي تصميمها رياضي جدا من شركه موبيكا، شايفين اللي مملوكه للشارك تانك محمد عبد المنعم. شايفين هنا التطعيمات بقى في التابلو
برضو هنا سوفت تاتش كده. بعد كده هنلاقي هنا الفضي بالاحمر بالاسود، المقود اللي شكله رياضي قوي بيديه شيب اللي بيسهل الدخول والخروج. وطبعا ارباجات كامله، عوامل امان كامله في العربيه دي كلها هنتفرج عليه دلوقتي. لاحظوا هنا بس المساحات الخلفيه كمان، دي الكنبه الخلفيه اهو، مساحه خلفيه. ولاحظوا ان هنا نفق الفتيس الوسطي قليل فمش عالي فيريح الناس اللي قاعده ورا. هنا اماكن وضع ملفات، هنلاقي هنا كمان فتحات تكييف خلفيه، وهنا مخرج يو اس بي لشحن الموبايلات في الخلف. ولاحظ هنا ان ده مكان عشان تحط فيه الموبايل وانت بتشحنه. عمليه قوي الفكره دي. لاحظوا هنا السماعات اهو في العربيه، شايفين السماعه في الباب، فتحه السقف. لاحظوا السقف الاسود، شكل رياضي قوي قوي يعني. العربيه شكلها رياضي خطير خطير خطير، وانا شايف ان سعرها جميل قوي. تعالوا ندخل بقى العربيه من الداخل ونتفرج على شاشات العرض المتصله دي. هنا نظام ستارت ستوب انجن. نبدا ندور العربيه بتاعتنا. تعالوا نحرك المقود. لاحظوا ان المقود تلسكوبيك اهو، تمام، يعني بتحرك في 4 اتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال. نظام مراقبه ضغط الاطارات زي ما احنا شايفين. خلينا نتفرج على الاضاءه الداخليه بتاعتها كمان. تمام. وهنا فتحه السقف بتاعتنا. لاحظوا الحاجب بتاع الشمس بيرجع للخلف خالص، ففي عندك هنا الفتحه الاماميه الكبيره واضحه، ومن الخلف موجوده عندنا باقي الفتحه بتاعتنا. الارباجات الموجوده هنا في القوايم الاماميه، وارباجات في الكراسي. يبقى ده 1 2 3، يبقى احنا كده معانا 6 ارباج حتى الان، 3 يمين و3 شمال. الجميل بقى في الموضوع الشاشتين بتوع العرض. انت عندك الشاشه هنا، خلينا نطفي الفلاش. في عندك شاشه بتبقى شاشه صغيره كده، بتبقى مش موضحه حاجه. لا، الشاشه هنا موضحه لك كل حاجه زي ما احنا شايفين هنا، تمام. كل البيانات الاساسيه اللي انت عايزها موجوده قدامك. خلاص ماشي. وهنا دي المالتي ميديا. طبعا انت عندك هنا السرعه والبنزين تحت اهوت، وهنا الار بي ام اهو، شايفين لما بزود كده بيزيد معانا. هنا التحكم في الاضاءه. ولاحظوا هنا ان العربيه هنا الاضاءه بتاعتها اوتو. خلينا نفتح الاضاءه بتاعتنا اهو، تمام. لاحظوا هنا الليد اهو قدام، وكمان هنا تحكم في ارتفاع الاضاءه. لاحظوا هنا كده الاضاءه اهو بتتحرك اهي قدام اهو، بتتحرك ازاي اهو. هنزلها كده تبدا تنزل اهو، شايفين، تمام. طيب المميز بقى في الشاشه هنا ايه؟ ان انت عندك زراير التكييف برغم ان التحكم في الشاشه، بس زراير التكييف لوحدها هنا شايفين اهو. نبدا ان احنا نتحكم هنا الزرار ده لفوق كده يعلي سرعه مراوح التبريد، تمام. والزرار ده يتحكم في درجه الحراره. لاحظوا هنا انا بتحكم في درجه الحراره. ولاحظ هنا وانا بتحرك ان انت عندك دول زون. لاحظوا التكييف هنا ثنائي المناطق. وهنا كمان بنقدر ان احنا نخليه هواء داخلي بس. الزرار بالستارت ستوب انجن موجود في مكان واضح، وكمان الزرار بتاع الانتظار برضو في مكان واضح جدا. نيجي هنا بقى للكونسول الوسطي. يعني نشوف هنا كده في عندنا هنا، خلينا نفتح بقى الفلاش تاني. شايفين انتوا هنا ايه؟ نظام شاحن وايرلس تشارج للموبايل، المفتاح الجميل بتصميمه الرقيق قوي ده، تمام. وعندك هنا مكان واضح وكبير. هنا 2 مخرج يو اس بي. وهنا بقى من الحركات الجميله قوي، شايفين انتوا دي الوحدات دي انت ممكن ان انت تتحكم فيها في الحجم بتاعها. شايفين يعني انت ممكن تشيلها كده مثلا وبقت هي كده اهو. بص كده معايا كده على حجم بقى الازازه اللي انت عايزها، يعني على حجم الزجاجه بتاعتك اهو. شايفين تبدا ان انت تتحكم في المساحه بتاعته. كمان عندنا المسند الوسطي اهو، شايفين شغل جميل قوي يا جماعه بصراحه اهو. خلينا هنا نتحكم فيها كده، تبدا ان انت تنقلها زي ما انت عايز بالحجم اللي انت عايزه. وطبعا الفكره دي جميله قوي، عجبتني بصراحه. هي كده النيكل اهي. في هنا بقى من الحاجات الجميله قوي الزرار بتاع درايف مود. انت هنا من خلاله اهو. لاحظوا هنا نظام السبورت، ايكونومي كده 2، كومفورت 3 انظمه، وادبتف النظام الرابع اللي انت بتتحكم بقى فيه زي ما انت عايز. ده السبورت. لاحظ بقى هنا كمان في حاجه،
انت لاحظت ان انا مع تغيير النظام الامبيانت لايت بيتغير مع لونه، يعني الكومفورت له لون، الادابتيف له لون، السبورتي هتلاقيه طبعا راح اعطيك الاضاءه الحمراء الجميله دي. خلينا نهدي التكييف شويه عشان الاصوات بتاعته. هنا المود بتاع التكييف طلع الهواء منين اهو، اكيد انتوا شايفين هنا بيبان اهو معانا اهو. خلاص هنا فتح باب الشنطه، وهنا البي بتاعنا تمام. ده يبدا ان هو يجيب لك بقى، لاحظ ان هو جايب لك رؤيه محيطيه، الكاميرات ال 360 وهنا الكاميرات الاماميه، وطبعا على حسب النقله بتاعتك. يعني لو احنا دلوقتي كده نقلنا على الار هيبدا يجيب لي الرؤيه الخلفيه، شايفين اهو. وهنا العصايه بتاعت الفتيس عصايه شكلها ظريف قوي. لاحظوا ان انا لما بجيب هنا على الدي بيبدا يجيب لي الرؤيه الاماميه، ولما بندوس هنا على البي هنا كده بيروح مبارك العربيه ويروح حلل كل النقلات. هنا نظام فرمله اليد التاتش. خلاص كده بتنزل اهوت كده بتطلع معانا تمام. شفتوا انتوا المقابض دي دخول والخروج. في عندك هنا كمان مخرج تاني 200 مخرج 12 فولت 120 واط تاني تحت، عشان هنا لو انت حابب ان انت تشحن حاجه تاني تحت مع مكان تخزين. الدرج بتاع العربيه مضيء. هنا اماكن تخزين الزجاجات الاماميه، المرايه بتاعت السياره. لاحظتوا انتوا بقى الحركه دي؟ شايفين انتوا عارفين ان احنا بنتفرج على عربيه سمارت كان فيها نفس اللقطه دي بالظبط. دي كده نظره سريعه على السياره. اللي باقي لكم معايا هو القلب النابض للسياره، هنتفرج عليه دلوقتي حالا. ولكن المعلومات الكامله وتجربه الاداء الكامله لو انتوا حابين تتفرجوا عليها اكتبوا لي بس في التعليقات، وانا هحاول ان شاء الله ان انا اجيب لكم العربيه التجميع المحلي دي في اقرب وقت. زي ما قلت لكم السياره بتنزل بثلاث فئات، اول فئه 1,070,000 واعلى فئه بتكون 1,270,000. العربيه لو استمرت بالتسعير ده عربيه جميله، سعرها مقبول بالنسبه لاسعار السوق المصري حاليا، بالنسبه لانها عربيه بالامكانيات دي وبالجوده دي وبتصنيع تاني. ركز معايا، بتجميع مصنع المصري، خليك معايا، وبتجميع مصنع اللي بيصنع سيارات بي ام في مصر بنفس خطوط الانتاج بنفس القوه بنفس العزل بنفس كل حاجه، فدي حاجه ممتازه قوي. خليني احاول ان انا افتح لكم الكبوت افرجكم كده على قلب النبض بسرعه ونقفل بيه حلقتنا. يلا بينا. ودلوقتي مع القلب النبض للسياره، محرك السياره. العربيه دي نازله بموتور 1500 سي سي 4 سلندر 171 حصان و290 نيوتن متر، مرتبط بجير دي سي تي ويت من 7 نقلات. المنظومه بتاعت الباور ترين دي بتقدر تحقق من 0 ل 100 في 6.9 ثانيه، فطبعا ارقام اداء ممتازه. والمفروض المتوسط الاستهلاك بتاعها 6.6 لتر لكل 100 كيلو، حاجه فوق الامتياز. كل ده هنعرفه مع بعض لما نجرب العربيه باذن الله على الطريق. احنا عارفين ان انا مش بقتنع بالكلام بتاع البروشور، المهم التجربه على الطريق. فان شاء الله هيكون معانا السياره الفتره الجايه ونبدا ان احنا نعمل لها ريفيو كامل باذن الله، نفصص في العربيه زي ما احنا متعودين. اشوفكم باذن الله على خير في سيارات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في العربيه وفي جوده التقفيل بتاعها وكمان في سعرها. السلام عليكم.